السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأكارم. هذه قناة جديدة متخصصة في اللغة العربية، معكم أخوكم فؤاد خضراء. سنخصص هذه القناة باللغة العربية كما هو عنوانها، وسنجعل بإذن الله دورة كاملة في التحليل النحوي بطريقة الصناديق أو الصندقة. والصندقة أيها الإخوة الأكارم هي طريقة لتيسير التحليل النحوي على الطلبة، ويعني حسب علمي هي معتمدة في تونس فقط. يعني أنا بحثت عنها كثيرا فلم أجد لها أثرا، هذه الطريقة يعني لم أجد لها أثرا في الجزائر ولا في بلاد المشرق، فهذه الطريقة طريقة خاصة بتونس. نحن سنجعل يعني دورة كاملة في تعلم علم الصندقة، لأني أراه علما ذاتيا. فكم من المشارقة يعني يتقنون تحليل الجمل، ولكن إذا قلت لهم يعني صندق لي هذه الجملة لا يجيدون ذلك. فاعتبر من هذه الناحية أنه علم يعني خاص في نفسه، ولكنه سهل وصعب، يعني سهل وممتنع سبحان الله. قلنا إذن سنجعل بإذن الله دورة كاملة في الصندقة، والقناة متخصصة في غير ذلك. يعني الصندقة ربما لا يستفيد بها إلا الإخوة في تونس، ولكن سنجعل يعني دورات أخرى في كل أبواب الفقه يستفيد منه كل عربي وكل محب للغة العربية. يعني ما الذي سنفعله في هذه الدورة الخاصة بالتحليل النحوي بطريقة الصناديق؟ سنأخذ يعني بابا من أبواب الفقه، مثلا المبتدأ، ثم يعني نضرب عليه أمثلة وجملا فنحللها تحليلا صندوقيا بالصندقة، وهكذا معنا الجملة الفعلية، الجملة الاسمية، المركبات، المركب النعتي، المركب البدلي وغيره. اليوم يعني سنذكر يعني بعض الأمثلة الاعتباطية، ولكن في الحلقات التي سوف تأتي بعد ذلك سوف يعني نكون منهجيين. أما اليوم فالأمثلة التي سأسوقها ليست منهجية، يعني أمثلة يعني اعتباطية لكي نبين ما نريد شرحه. عندنا 4 جمل. نشأت رابعة يتيمة. الجملة الثانية: نريد حزاما سياسيا. الجملة الثالثة: هطلت أمطار كثيفة. الجملة الرابعة: رفض الاتصال بالشبكة. إذن سنحلل هذه الجمل، ويعني لكي لا يستغرق الفيديو وقتا كبيرا يعني فقد أعددته مسبقا، فما علينا إلا أن نرى ذلك بأنفسنا. إذن الجملة الأولى: نشأت رابعة يتيمة. نشأت هو فعل ماضي مبني على السكون. رابعة يتيمة. رابعة يتيمة، رابعة فعل مرفوع، رابعة، ويتيمة حال. وأيها الإخوة، لمن أراد أن يتعلم يعني الصندقة يقول لنا الأساتذة: عليكم إذا أردتم أن يعني تصندقوا الجملة أن تبدأوا من الأسفل ثم فتأتي إلى هذه الجملة: نشأت رابعة يتيمة. نشأت فعل، فتأتي هنا فتقول جملة فعلية حتى تخرج منها الجملة الاسمية. الجملة إما أن تكون فعلية أو اسمية.
ثم ابتدائية فيخرج منها الجمل الاستئنافية وغيرها. ثم أهي مركبة أم بسيطة، فعندما نقول جملة بسيطة خرج منها أو يعني خرج من هذا القيد الجملة المركبة. وسنأتي على ذلك كله بإذن الله في الدورة، فنشرح ما هي الجملة المركبة وما هي الجملة البسيطة يعني بالتفصيل بإذن الله. فهنا نشأت رابعة يتيمة. نشأت فعل نقسم هكذا صندوق، يعني نشأت رابعة يتيمة، يعني نشأت فعل، يعني يكفيك أن تقول فعل. فإذا أردت أن تقول فعل ماضي مبني على السكون يعني زيادة بيان، يعني يعني جميلة لا بأس. رابعة فعل مرفوع، يتيمة حال. إذن والجملة كما قلنا هي فعلية وابتدائية وبسيطة. الجملة الثانية: نريد حزاما سياسيا. نريد هنا فعل مع فعل، وهنا إذا أردت أن تقول نريد فعل مع فعل ويفهمك الأستاذ عندما تقول له فعل مع فعل، أو هناك طريقة أخرى يجعلون خطا ها هنا ثم دائرة في وسطها خط مستفل أو متجه إلى أسفل، فيقصد بذلك أن الفاعل هنا مستتر. حزاما سياسيا مفعول به منصوب وهو مركب نعتي، حزاما منعوت وسياسيا نعت. طبعا كما قلت لكم وأنا دائما أنسى أن الأفضل كما قال لنا الأساتذة أن نبدأ الجملة من أسفل ونحن صاعدون، فنقول جملة فعلية لأنها بدأت بفعل، ابتدائية لأنها لم يسبقها شيء، بسيطة لأنها غير مركبة. ثم نريد هنا كما قلنا فعل ما فاعل، حزاما سياسيا مفعول به مركب نعتي، حزاما بالطبع منعوت وسياسيا نعت. الجملة الثالثة: هطلت أمطار كثيفة. هذه الجملة متشابهة جدا مع الجملة التي قبلها، فهي هطلت جملة فعلية وابتدائية وبسيطة. هطلت فعل، أمطار كثيفة فاعل ولكنه مركب نعت، أمطار منعوت كثيفة نعت. طبعا هذه الأمثلة بسيطة لأننا نريد أن نبدأ، يعني لا نريد أن نحلل الجملة ولكن نريد أن نعطيكم أمثلة حتى نعرف على ما نحن قادمون وما هي الطريقة. وإذا كان يتابعنا أخ أو أخت من غير تونس فنبين ذلك وهي طريقة سهلة. الجملة الرابعة: رفض الاتصال بالشبكة. فرفض بدأت بفعل، إذن هي جملة فعلية ولم يسبقها شيء فهي ابتدائية، وهي غير مركبة فهي بسيطة. فرفض هو فعل مبني للمجهول، الاتصال نائب فعل، والأصل أنه كان مفعول به، فلما بني الفعل المجهول حل المفعول به يعني محل الفعل فأخذ حركته فأصبح مرفوعا وسمي معناها نائب فعل، أصبح يعرب نائب فعل. الشبكة مفعول فيه للمكان. إذن أيها الإخوة أكملنا هذا الفيديو الأول. أرجو يعني الاشتراك في القناة ودعمها إذا ما أردتم أن تستفيدوا وأستفيد، لأن إذا يعني بتفاعلكم يعني يستجد العزم في الاستمرار. فأشكركم على المشاهدة وأسألكم يعني
الدعم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.